تفتكروا ايه اللي يخلي بلد قدام العالم كله ليها هيبة وكرامة؟ ايه العلامة اللي أول ما بتترفع بنعرف إن البلد دي موجودة وفخورة بنفسها وليها كلمة مسموعة؟ أكيد العلم. العلم مش مجرد قطعة قماش ملون، ده رمز لهوية شعب وتاريخ وطن ورسالة بتوصل للعالم كله. ولو جينا لمصر فأنت قدام بلد مش عادية خالص، أنت قدام حضارة أول ما تسمع اسمها التاريخ كله يقف احترام ليها. ولازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن فكرة العلم مش جديدة علينا. المصريين القدماء كانوا من أول الشعوب اللي استخدموا الرايات. كل إقليم في مصر القديمة كان ليه الراية الخاصة بيه، وكانوا بيرفعوه على عصاية طويلة عليها رمز الإله أو الحيوان المقدس اللي بيمثل هوية المكان. يعني ببساطة فكرة العلم مش جديدة علينا، المصريين القدماء عرفوه من آلاف السنين. ومع تطور الزمن وثورات ونضال طويل مصر عاشته، كان لازم يكون لمصر الحديثة شكل علم جديد يليق بعظمتها. بعد ثورة 23 يوليو 1952 مصر خرجت من الاستعمار وبدأت عهد جديد، واختاروا إن العلم يكون 3 ألوان. الأحمر دم الشهداء اللي ضحوا من أجل مصر، أما الأبيض رمز السلام اللي دايما مصر بتسعى ليه، أما الأسود بيحكي على السنين الصعبة اللي عاشتها مصر أثناء الاستعمار. وفي السبعينات استقروا على شكل العلم اللي نعرفه النهاردة بال3 ألوان، وفي النص نسر صلاح الدين الأيوبي اللي بيرمز للكرامة والقوة والانتصارات. يعني كل مرة العلم بيترفع فيها هو مش بيرفرف فوق المباني أو المؤسسات، هو بيرفرف جوه قلب كل مصري، لأن مصر مش مجرد وطن، مصر حضارة وهوية وعظيمة باقية لحد النهاردة.